وركز معايا في الخطوة دي. هنضغط على كلمة مور اوبشن، هيفتح معانا بالشكل ده. هنضغط على تراست نيكست دي ان اس، هنفعلها. وهنا بوت ستراب هنفعلها برضو. وبعد كده هنضغط داونلود، نتأكد ان احنا فعلنا الاتنين دول قبل ما نضغط على كلمة داونلود. دلوقتي هنضغط عليها بالشكل ده، هنعمل allow كده بروفايل داونلودد. هنروح دلوقتي للسيتنج، هنلاقي كلمة بروفايل داونلودد ظهرت معانا في السيتنج. هنضغط عليها وهنعمل انستول، هنكتب باسورد الجهاز، بعد كده انستول مرة تانية، بعد كده done. كده خلاص verified، نضغط done. بعد كده هنرجع خطوة لورا، هنلاقي كلمة about فوق، وهننزل تحت على كلمة trust setting، هنلاقي كلمة next DNS هنفعلها، وبعد كده continue. هنروح دلوقتي نتأكد ان الفايل ال DNS اللي احنا عملنا له وثوق ده اتثبت معانا في الجهاز تمام. هنقفل السيتنج ونفتحها مرة تانية، وهننزل تحت هنضغط على جنرال او بالعربي عام، وهننزل تحت هنلاقي كلمة VPN/DNS هنضغط عليها، وهنلاقي ان الفايل DNS اتثبت معانا من غير اي مشاكل ومتحدد عليه علامة صح. نتأكد ان معمول عليه علامة صح قبل ما نعمل الخطوة الأخيرة، وما نحاولش ان احنا نغيرها او نخليها اوتوماتيك، لان هتحتاج تعمل الخطوات دي مرة تانية وهتحصل مشاكل. فانت خليها DNS متعلمة عليها بالشكل ده، وما تحاولش ان انت تغيرها نهائي. هنروح دلوقتي للفايل الPDF ونعمل اخر خطوة، وهي تثبيت التطبيق اللي هنثبت من خلاله التطبيقات. هنضغط على كلمة داونلود، هيفتح معانا بالشكل ده. هنضغط على اي خيار من دول، كل دول نفس التطبيق بس شهادات مختلفة. انا هضغط على الشهادة دي، وبعد كده انستول. هنلاقي التطبيق بيتثبت معانا في الهوم سكرين. لو التطبيق مرضاش يتثبت معاك، ارجع للويب سايت مرة تانية وجرب شهادة تانية مختلفة، وان شاء الله يتثبت معاك. انا هنتظر التطبيق يحمل بالشكل ده، وبكده يكون اكتمل التحميل بالشكل ده. لو جات لنا الرسالة دي حلها بسيط، هنضغط على كانسل، هنفتح السيتنج وهننزل تحت لجنرال، وهنلاقي كلمة device management و VPN DNS بالشكل ده. هنلاقي اسم الشهادة وتحتيها كلمة not trusted، معنى كده ان مش معمول لها وثوق. هنعمل trust بالشكل ده، وهيفتح معانا دلوقتي عادي. هنعمل ok، وبعد كده agree، وبكده نكون ثبتنا التطبيق. وانا بنبه على اي شخص ما يستعملش التطبيق في اي طرق غير شرعية او غير قانونية. وبكده يكون بقينا خطوة اخيرة، وهي اضافة شهادة في التطبيق، ودي من خلالها نقدر نثبت التطبيقات عندنا في الجهاز. فهيبقى في شرح منفصل عشان وقت الفيديو، وهسيب لك رابط الشرح في الديسكريبشن تحت. وبس كده، ده كان شرح الفيديو بتاع النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب. سلام عليكم.